السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله. نتكلم النهاردة عن عودة دوري أبطال أفريقيا بمباراة شيقة ما بين الزمالك وشباب بلوزداد في دور ال16. مباراة تبقى جامدة. تعرفين اللي الزمالك معاه في مجموعته شباب بلوزداد والمريخ السوداني والترجي التونسي، ومجموعة صعبة يعني الزمالك الترجي شباب بلوزداد المريخ. الزمالك إن شاء الله في الجولة الأولى هيلاقي شباب بلوزداد في استاد القاهرة، مباراة يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 10:12، الساعة 10:02، الساعة 6 مساء على قنوات بين سبورت. الجمعة 10:12. طبعا الزمالك جاي، يعني جاي كان بدأ من ورا أوي من الدور التمهيدي على إكيت الشادي، فاز على 2-0 هناك و2-0 هنا، وبعدين فاليمبو من بوراندي خسر 1-0 منه، وبعدين كسبوا 5-1 في القاهرة. يعني الزمالك نوعا ما مش ثابت في الدوري، بس يقدر يعمل حاجة في إن شاء الله في دوري أبطال أفريقيا. شباب بلوزداد طبعا متصدر برضه في الدوري الجزائري. في الدور جاي على طول من الدور 32 من الفوز على جوليا المالي 2-1 و2-0 في دور 32. يعني شباب بلوزداد من الفرق الرزلة، يعني متصدر في الدوري الجزائري. الفرق ما بينه وما بين شباب قسطنطينية 3 نقط، عنده 29 40 نقطة. فريق قوي يبدأ بيعرف يجاري الزمالك. كمان لما بيلعب في الجزائر، عارفين شمال أفريقيا في على أرضها بتبقى صعبة. مباراة الأولى في أرض الزمالك يقدر يحقق الهدف إن شاء الله. نتمنى مباراة قوية ما بين فرقتين عربية ومجموعة عربية خالصة ما بينهم هما الأربعة والشباب، ما بين شباب بلوزداد والزمالك والترجي والمريخ. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وده كل ما لدينا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.